يا مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني، مساء الورد، مساء الياسمين، مساء كل حاجة حلوة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض عزومة. عايزة اقول لكم ان انا عملتها بكيلو لحمة ل 12 فرد، سهلة وسريعة وبسيطة وبجد في منتهى الجمال. مش معنى بقى ان الاسعار غلت ان احنا مش هنعزم بعض، لا ان شاء الله هنعزم بعض على اقل الامكانيات، وباذن الله هتبقى احلى عزايم في الدنيا. وزي ما قلت لكم يعني قبل كده ان بصلة المحب تملي بتبقى خروف. مش هنتكلم بقى كتير، تعالوا نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجه بقى هجهزها معاكم للعزومه النهارده، هنعمل عرق اللحمه اللي هو باللحمه المفرومه، يعني عرق اللحمه البارده الكداد. هيبقى معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وكمان بصلايه انا بشرها ناعم خالص، وشويه من اوراق البقدونس المفروم، وكمان ربع كوبايه بقى من الفيجيتار او البقسماط الناعم، وربع كوبايه بقى كمان ربع كوبايه كمان من البرغل. غسلت البرغل في الاول كويس جدا وبعد كده نقعته. لما بتغسلي الربع كوبايه وتنقعيها بتبقى عامله كده بالمقام يعني بتاع النص كوبايه. وحطيت كمان معلقه كبيره ما تكونش يعني مليانه، تكون ممسوحه بيكنج باودر، وشويه بقى من التوابل عباره عن الملح والفلفل والبابريكا وبهارات اللحمه المشكله والثوم البودر والبصل البودر. انا دلوقتي براجع معاكم بقى الحاجات تاني. حطيت لحمه وبصل وكمان شويه من البرغل بقى والاوراق بتاعه البقدونس والتوابل وشويه كمان من الفيجيتار. هتعجني بقى الحاجات دي كويس جدا كده قيمه دقيقتين لغايه لما تحسي ان المكونات كلها بقت متجانسه. ويستحسن لو انت عندك كبه ان انت تضربي المكونات دي كويس جدا في الكبه، يعني قيمه دقيقتين بس، على بال ما اللحمه يعني النسيج بتاعها يبقى ناعم شويه، علشان لما نيجي بقى نلفها رول تتلف معانا يعني بسهوله. ومن الافضل طبعا ان انت ما تحطيش اللحمه يعني كلها مره واحده، لا حطي شويه بشويه كده علشان الكبه بتاعتك ما يجرالهاش حاجه وما تبوظش. انا كده خلصتهم بقى كلهم، وجبت بقى ورقه كده من اللي هو البلاستيك فيلم ده او الاسترتش، وفردتها بقى على الرخامه زي ما انتم شايفين، بس هي مش باينه الحقيقه علشان هي شفافه. وهبتدي بقى ان انا افرد عليها قطعه اللحمه زي ما انتم شايفين كده، بتفرديها يعني على شكل مربع او مستطيل على قد ما تقدري، وبتبلي ايدك كمان بميه او بزيت علشان تتفرد معاكي يعني اللحمه بكل سهوله. واول ما بتفرديها بتبداي بقى ان انت تطبقيهم كده على بعض، وبتضغطي عليها علشان الطبقات بتاعه اللحمه يعني تتماسك مع بعض. على فكره وانت بتلفيها كده ممكن تحطي لها من جوه مثلا جبنه موتزاريلا، او ممكن حتى تحطي لها شرايح من ال بتاع ده البسطرمه برضه هتنفع، او اللانشون برضه هتبقى جميله جدا. يعني ممكن تحطي لها كمان لحمه مفرومه متعصجه، او حتى بسله بجزر كده متشوحين مع بصلايه. جبت بقى صينيه حطيت لها كده مسحه زيت صغيره خالص، وحطيت فيها بقى العرق بتاع اللحمه، وحطيتها على جنب. الحقيقه انا مش هدخلها الفرن دلوقتي لان انا هدخل صينيه تانية معاها. هنا في الحله دي بقى بجهز معاكم الرز اللي هو بالبسله والجزر. حطيت كده شويه زيت صغيرين ومعلقه سمنه او زبده، وعليهم بصلايه مفرومه. هبتدي ان انا بقى اقلب فيهم البصلايه لغايه لما تاخد لون ذهبي فاتح، وبعد كده هكون منزله عليها بقى شويه من الجزر المبشور، وكمان شويه بقى بالبسله والجزر. الحاجات دي يا جماعه انا كلها يعني بستخدمها كده متفرزه جاهزه من الفريزر، بتحطيها بقى على النار على طول وهي متفرزه كده. هتفضلي تقلبي فيهم كده وتشوحيهم كويس قوي مع البصل، يعني قيمه 5 دقايق لغايه لما تحسي ان الجزر والبسله دخلوا في التسويه. كنت مجهزه بقى نص كيلو كده من الرز البسمتي مغسول كويس جدا، كنت نقعاه في ميه صفيته، ونزلت بيه بقى على البسله والجزر. وبعد كده ظبطت بقى الميه بتاعه الرز. طبعا بالنسبه للرز البسمتي كل كوبايه رز بتاخد قصادها كوبايتين ميه. وحطيت كمان شويه ملح وفلفل ومكعب مرق، ده طبعا ممكن ما تحطيهوش خالص زي اختياري. وهقلبه بقى اسيبه في الاول على النار العاليه، وبعد كده هدي عليه النار خالص لغايه لما يستوي. دلوقتي هنجهز مع بعض بقى الطاجن بتاع البطاطس بالكفته، بطاطس بالكفته كده بالكوسه. حلو قوي زي ما انتم شايفين كده، انا مقطعه شرايح من الكوسه وكمان البطاطس كده، يعني السمك بتاعها ما يكونش كبير. ومجهزه كمان شويه صلصه طماطم، عاملاها ببصلايه كانك بتخدعيها بالطريقه العاديه خالص. اما بقى بالنسبه للعجينه ببتاعه الكفته دي يا جماعه، الكفته بتاعتي اللي انا على طول معتمداها يعني، الطريقه بتاعتها اللهم بارك حلوه قوي. هقول لكم المقادير بتاعتها. مقاديرها ايه؟ عباره عن نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليهم بصلايه وعليهم كمان بياض بيضه ومعلقتين نشا، ومعلقه كبيره ما تكونش مليانه من البيكنج باودر، وملح وفلفل وبهارات لحمه. بتعجني كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا، وبتضربيها كده مره في الكبه، وبتصبعيها بقى بالمنظر ده. بعد ما رصيتهم كده بقى على البطاطس، نزلت بقى بالتخديعه اللي انا عاملاها بالبصله، وهسويها كويس قوي.
وبالنسبة للناس برضه اللي مركزتش في المقادير بتاعة العرق والكفتة، أنا إن شاء الله هاحطها لكم يعني في أول تعليق مثبت للي عاوز يعني ياخدها كده سكرين، وإن شاء الله هتجربوها بجد هتنجح معاكم على طول. حطيت كده نص كوباية مية على الطاسة، خدت بقى بقية الصلصة بتاعتي وحطيتهم كده من فوق. طبعا الصلصة دي أنا كنت متبلاها ملح وفلفل. غطيت الصينية كده يعني لازم تبقى محكمة الغلق كويس جدا، ودخلتها هي والعرق مع بعض، خدوا تسوية واحدة هما الاتنين. دلوقتي هاجهز معاكم بقى البطاطس اللي هي المخلله. في الطبق ده جبت كده 3 بطاطسيات كبار، ببتدي ان انا اقطعهم مكعبات، واحط عليهم كمان رشه ملح ورشه كمان كده من الكركم، واحطهم على النار يغلوا. هسويهم يا جماعه 3/4 سوا، مش هتسويهم تسويه كامله علشان ما يستووش قوي يعني زيادة عن اللزوم. ودي بقى التتبيله بتاعه البطاطس المخلله، عباره عن معلقه كده من الشطيطه وشويه صغيرين خالص بقى من الشبت اللي هو المفروم، وشويه كمون وشويه ملح صغيره خالص ورشه زيت ورشه كمان خل. بقلب بقى الحاجات دي كويس جدا مع بعض، وبعد كده بنزل بيهم بقى كده على البطاطس، وبقلب البطاطس كده بالراحه بالمعلقه. زي ما انتم شايفين كده البطاطس يا جماعه مستويه زي ما قلت لكم 3/4 سوا. هي التسويه بتاعتها بتبقى كده، ما ينفعش انها تستوي تسويه كامله، هتبصي وانت بتقلبيها كده هتلاقيها تتكسر منك. وده بقى عرق اللحمة كان خلاص خرج من الفرن زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله بقى اتحمر بقى وشكله وطعمه بجد والله يا جماعة في منتهى الجمال. قطعته وهو سخن كده حلقات. عايزه اقولك ما شاء الله اللهم بارك، العرق بتاع اللحمة المفرومة اللي احنا عملناه بنص كيلو لحمة جاب ما شاء الله 20 قطعة من العرق ده او اللحمة الباردة دي. ما شاء الله حلو جدا. قدمته بقى على سيرفيس كده بقى مفروش بالبقدونس اللي هو المفروم. ودلوقتي كمان كان الرز خلاص استوى، والبطاطس برضو ما شاء الله اللهم بارك، عايزه اقول لكم انها برضو كانت استوت. عزومه والله يا جماعه ما بتاخدش وقت خالص، يعني انت لو قبل الفطار بساعه ونص هتقدري تعملي كل ده. ده ما شاء الله الرز اللي انا عملته بقى بالبسله والجزر. لو انت حابه تحطي له برده حبه كركم كده علشان يبقى اصفر مفيش مشكله هيبقى حلو برده، لكن انا الحقيقه ما حبيتش بقى احط له كركم النهارده علشان انا كنت حاطه كركم في سلطه البطاطس. فقلت يعني علشان ما يبقاش الاكل كله اصفر. وعملت جنب الاكل بتاعي شويه كمان من السلطه الخضراء، ما ينفعش بقى الاكل يتقدم في رمضان من غير السلطه الخضراء بقى والمخلل البلدي بتاعنا. وكمان عندي شويه مانجا بقى في الفريزر، يعني عملت شويه عصير مانجا. وهو ده كان الاكل بتاعنا. عايزه اقول لكم اللهم بارك والله يكفى يعني، او قضى 12 فرد. ما شاء الله يعني تقريبا 6 كبار و6 اطفال، وهو قضانا والله يا جماعه وزاد. تملي يعني زي ما بقول لكم اهم حاجه بركه ربنا. البركه والله لما بتبقى في اي حاجه بتزيدها وبتبارك فيها. وكمان اهم حاجه ان انت بتعملي الحاجه دي يعني لاولادك او لحبايبك بحب. لو وصلتي بقى لغايه هنا ما تستخسريش فيا اللايك، واعملي لي كمان متابعه لقناتي علشان ان شاء الله يوصل لكم كل ابداعاتي. بحبكم في الله، ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في الدعاء. مع السلامه.